تجري معاكي بالكلوت؟ عايزه حد يقلعني الكلوت ده. الحقوني بسرعه وشوفوا لي واحد اتجوزه، عاوزه حد اتجوزه، تعبت من الوحده، جوزوني بدل ما امشي في الحرام. البلوجر آية مصطفى مش عاجبها حياه السنجل وخرجت عن حدود الادب على الهوا. يا ترى ايه الحكايه؟ كلنا متعودين من البلوجرز انهم ممكن يعملوا اي حاجه عشان يطلعوا ترند، خاصه لو قعدوا فتره الريتش بتاعهم واقع ومفيش مشاهدات، وبيضطروا ساعتها يلجأوا يا اما للكلام الجريء او التصرفات الغريبه. لكن البلوجر آية مصطفى ما عملتش كده علشان ترند، دي طلعت تشتكي من حياه السنجل. الموضوع بدأ بفيديو نشرته على صفحتها على الفيسبوك، وكتبت تنويه في العنوان ان الفيديو ده بلس 18، وبدأت الفيديو انها تقول انا هوصف لكم حياة السنجل عاملة ازاي وعبارة عن ايه، وهي اني بنام براحتي واصحى براحتي، بروح الاماكن اللي تعجبني انا وبس، وبعرف اصاحب اي حد انا عايزة اصاحبه، لحد يتحكم فيا ولا يمشي كلامه عليا. لكن وسط كل ده انا ناقصني حاجة، وهي انه يكون معايا شريك في حياتي. كلام في البداية يبان عادي جدا وانها بس عايزة حد في حياتها، لكن اللي قالته آية بعد كده محدش ممكن يصدقه من جرأته. كملت آية كلامها وقالت كل اللي محتاجاه لما شريك حياتي يجي انه يقلعني هدومي ويعمل معايا حاجات، وهو ده اللي انا واي واحدة محتاجاه. وبدأت آية تتعمق في الموضوع ده اكتر وتتكلم كلام خارج وكله على عينك يا تاجر، ومش فارق معاها اي حاجة او اي حد. السوشيال ميديا انقلبت عليها، واول لما الفيديو انتشر آية اتصدرت الترند وبقى الكل بيحكي ويتحكى عن اللي قالته وعملته. لكن الحقيقة انه مش دي النقطة الوحيدة في حياة آية المثيرة للجدل. آية في الأساس بداية ظهورها كانت محجبة وبتقدم محتوى خاص بالحجاب، مع شوية نصايح دينية وحياتية، وكمان كانت بتحب الميك اب جدا، فكانت بتعلم البنات ازاي تهتم بنفسها بما يتناسب مع الحجاب وشكله. وفجأة بعد ما زاد عدد المتابعين عندها قلعت ومحتواها اتغير 360 درجة. لبسها بقى كله قصير ومكشوف، وكلامها كله عن العلاقات الزوجية وعلاقات الحب، ولو عملت محتوى مختلف بيكون مليان إيحاءات وألفاظ خارجة. ولما الجمهور هاجمها وقتها سألها ليه قلعتي الحجاب، ردت وقالت إن لبسته وأنا صغيرة في 5 ابتدائي، لكن لما كبرت حسيت إنه كان مفروض عليا، علشان كده قلعته ومش هرجع ألبسه تاني. وقالت إنها مقتنعة وإنها مش عايزة تلبسه إلا وهي مقتنعة، وإنها مش عايزة الجمهور ياخد الأمور الشخصية على إنها أمور عامة. في الأول والآخر حكاية الحجاب دي تخصها هي وبس زي ما قالت. أما عن محتواها فردت وقالت إن ده المحتوى اللي بيعبر عنها وعن شخصيتها، وهي بتفيد غيرها بمعلومات وحاجات ما يعرفوهاش، وكل هدفها في الأول والآخر إنها تفيد الجمهور.